السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة الأخبار المقدمة من قناة أخبار تركيا بالعربي. اليوم لدينا في الخبر الأول تصريح عاجل من وزير الدفاع التركي حول التقارب مع الأسد وعودة السوريين. والخبر الثاني ولايتين تركيتين تعلنان رفع سعر ربطة الخبز السوري بنسبة كبيرة. والخبر الثالث توقعات بانخفاض على أسعار الوقود في تركيا. ولكن قبل البدء في هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد. قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أنه لأول مرة منذ 11 عاما بدأت مرحلة جديدة بين تركيا وسوريا بنوايا طيبة. وتابع أكار رجاؤنا هو أن يتحقق السلام والأمن والاستقرار في سوريا، وأن يعود إخواننا السوريين إلى بلادهم بشكل طوعي ومحترم وآمن. والخبر الثاني ولايتين تركيتين تعلنان رفع سعر ربطة الخبز السوري بنسبة كبيرة. أعلنت رابطة اتحاد الأفران السورية أنه سيتم رفع سعر ربطة خبز قمرين بولاية مرسين لتصبح 7 ليرات تركية، فيما سيتم رفع سعر ربطة الخبز في اسطنبول بنسبة 10 ليرات للربطة الواحدة، فيما سيتم رفع سعر الربطة في ولاية غازي عنتاب إلى 7 ليرات تركية أيضا. والخبر الثالث توقعات بانخفاض على أسعار الوقود في تركيا. بحسب ما نشرته صحيفة جمهوريات فإنه من المتوقع أن يطرأ انخفاض على مادة البنزين بمقدار 63 قرشا اعتبارا من منتصف الليل. وبهكذا نكون قد انهينا أخبارنا اليوم. شكرا لكم على حسن الاستماع ودمتم بخير.